لو عايز تستغل يوم عرفة صح وتجمع بين المذاكرة والعبادة، فاسمعني في ال5 دقايق دول. أنا جاي أقول لك تعمل إيه يوم عرفة بالظبط عشان ما تضيعش منك اليوم. ممكن تقول لي لا أنا هذاكر طول اليوم ومش هعمل عبادة، ممكن تقول لي أنا هنعمل عبادة، ده يوم جميل جدا وأفضل يوم في السنة. أنا معاك، أنا جاي في الفيديو ده أقول لك تعمل إيه بين يوم عرفة والعبادة ومذاكرتك في ثالثة ثانوي، إذا كنت عام أو أدبي أو أزهر. ركز معايا 5 دقايق هيغيروك تماما. تمام. كلنا عارفين طبعا، احنا كلنا يعني هنتسحر، دي حاجة طبيعية يعني. هنتسحر عادي وهروح ونصلي الفجر، وبعد صلاة الفجر هتبدأ مذاكرتنا. تبدأ ايه؟ مذاكرتنا. طبعا الناس ماشية معايا، يا اما اللي ماشي على الجدول، يا اما اللي انا ماشي معاه نظام معين، يا اما اللي ما بدأش اصلا وماشي معايا بنظام تاني، يا اما اللي عمال يحل. فكل واحد ماشي على حاجة، كل واحد عارف هو هيعمل ايه. تمام. طب انا ازاي استغل يوم عرفه بين العباده ما اقصرش في عبادتي وما بين ما اقصرش في مذاكرتي؟ ازاي استغل الاثنين دول؟ فانا في الفيديو ده جاي اقول لك الحاجه دي. هعمل ايه يا ابو الرحمن؟ انا هقول لحضرتك هتعمل ايه. هنبدا يومنا طبيعي يوم الفجر. طبيعي هيبدا الفجر كده، والناس ما كانتش بتصحى الفجر، انت هتتصحى، فانت بتلعب تبقى صاحي اصلا. فايه، اهدى كده وركزوا معايا بالله عليك. تمام. 5 دقايق عشان ما نطولش مع بعض. تمام. شوف بقى، كل واحد ماشي على نظام معين، هيجيب مذاكرته ويبدا يذاكر. هيبدا يذاكر من امتى يا ابو الرحمن؟ هيذاكر من الفجر مثلا لغايه الساعه 7. تمام. ومن الساعه 7 للساعه 8 خدوها عباده. يعني حاول ان انت ايه، اركن المذاكره وادعي. يا عم احنا لسه في اول يوم، ادعي بس، اسمع مني. والله الدعاء بيغير كل حاجه. اليوم ده استغله دعاء. لا صلاه، الصلاه مهمه طبعا، بس والمصحف مهم، القرآن مهم جدا، بس اليوم ده ربنا يعني مخصصه يوم يوم دعاء. الدعاء بيغير كل حاجة بجد. فأنت عايزك تدعي اليوم ده كتير قوي. تمام. ادعي. هتدعي لغاية الساعة 8 يا عم، 7 ونص يا عم، يعني ريح نفسك، هتاخد نفس وتقعد تدعي. تمام. وتبدأ تاني من الساعة 9 لغاية إن شاء الله الساعة 12. من الفجر لغاية الساعة 12 هتلاقي نفسك خلصت كم كبير قوي. والله هتلاقي نفسك خلصت كم كبير قوي. ومن 12 للساعة 1 يا عم عايزك تقعد تهدى وخد نفسك. شوف عايز تعمله اعمله، مش هقول لك تعمل حاجة، بس برضك ما تنساش الدعاء. اليوم ده عايزك تستغله في الدعاء جدا. طب يا الرحمن مش هنقرأ قرآن؟ لا، اليوم ده يوم دعاء. طب استغله صح، استغله انك تدعي صح. جمع كل ادعيتك في اليوم ده، ربنا بيستجاب الدعاء في اليوم ده. عايز تخش طب ادعي، عايز تخش هندسة ادعي، عايز تخش زراعة ادعي. بجد. محدش يقول اصل انا بادئ متاخر، اصل انا مش هلحق، اصل انا سيبك يا حبيبي فيلم الحمضان بتاعك ده وادعي. الدعاء بيغير القدر، بيغير كل حاجه. كليه الطب وهندسه والزراعه واصول الدين والحاجات دي كلها عند ربنا ولا حاجه. فانت ادعي واستغل اليوم صح، والله ويا ابني هتعدي. هنعمل ايه تاني يا عبد الرحمن؟ هنصلي الظهر ونرجع تاني لمذاكرتنا طبيعي خالص. تمام. هنجيب ماده تانية، او شوفوا بقى انتوا ماشيين ازاي هتحلوا. هتاخدوا من الساعه 1 لغايه الساعه 3 مذاكره، ومن 3 لغاية 4 ونص عبادة، ومن 4 ونص لغاية 7 مذاكرة، ومن 7 لغاية أذان المغرب هتاخدوه عبادة. تمام. وكده احنا قلنا اليوم كله هنعمل فيه ايه. والله والله لو استغليته صح هتلاقي نفسك طالع بكمية معلومات ومواد انت ذات نفسك كنتش متخيل انت هتلمها في اليوم ده. طب انا يا عبد الرحمن عندي الفيزياء الفصل الاول مثلا يعني، وعندي الكيمياء الفصل الاول، وعندي عربي حوالي 5 دروس، عايز المهم يوم الوقفه ده يوم ما اعرف المهم ازاي. زي ما قلت لك امسك الفصل الاول من الفجر لغايه الساعه 12 الصبح. ما تنساش الساعه اللي انا هعملها لك، ساعه اللي انت تقعد وتدعي. ادعي، ادعي وعيط. بجد ادعي وعيط. وامشي بنفس النظام اللي انا قلت لك عليه. والله انا كنت بعمل كده. وبالمناسبه انا اصلا يعني انا كنت دفعه 24، فيوم الوقفه ده كان جاي في يعني بعد ثالث يوم امتحان لينا. طب الناس اللي مراكمه برضو اخد نقطه بس معلش. الناس اللي مراكمه والناس اللي ضايعه والناس اللي حاسه متشتته، الناس اللي حاسه اللي هي خايفه اصلا، خليها بس خليكم معايا اسمعوا كلامي. والله والله
اليوم ده هيغير لكم حاجات كتير، والدعاء بالذات اليوم ده هيغير لكم حاجات كتير جدا. عايزك تدعي ربنا، وعايزك تعيط، عايزك تطلع كل اللي جواك، بجد طلعوا كل اللي جواك، طلعوا، ادعوا، عيطوا، ممكن تصلي وتقعد تعيط، مفيش مشكلة، بس بالله عليك هانت، هانت استغل اليوم ده، عشان يوم العيد هدولكوا اجازة، استغلوا اليوم ده. ومش هطول عليكم بجد، والله انا سايب كل اللي ورايا وبعمل لكم فيتزا عشانكم انتم، لان انا واثق فيكم وعارف ان انتوا قدها. فاستغلوا اليوم ده، وما تنسونيش من دعاكم، ادعوا لي، ها، انتوا مش بخلة، ادعوا لي، وانا والله هدعي لكم كلكم. وانا مبسوط جدا ان انا معاكم بجد، ومبسوط ان انا موجود في دفعه شبه كده، وما تقلقوش من اي حاجه، وتوفيق لكم يا دكاتره ومهندسين. وطبعا قبل ما نقفل هينزل لكم فيديوهات ليله الامتحان، هينزل لكم فيديوهات ازاي تلم فيزياء، ممكن ينزل لكم فيديوهات ازاي تحل بدون قلق، هينزل لكم فيديوهات جميله جدا الفتره الجايه. لو انت مراكم، لو انت متشتت، لو انت مش عارف تركز في المواد، لو انت بتقعد على المذاكره كتير ومش عارف تجمع معلومات كتير، او مثلا بتقعد في المذاكره ساعات كبيره وبتلاقي نفسك ما جمعتش كم كبير، ما خلصتش فصل اصلا، فما تقلقوش من حاجه، ركزوا معايا، ولو في اي حاجه اكتبها لي في التعليقات وانا هرد عليك. بالتوفيق يا دكاتره.